ازيك يا عزيزي؟ جيت لك بانمي جديد من انميات فصل الصيف. بطلت حكايتنا كارولينا. بس قبل ما نبدا الفيديو متنساش تصلي على النبي وتصلي، لان صلاتك اهم من الفيديو اللي انت بتتفرج عليه. يلا بينا نبدا الحكايه. بنشوف بنتين صغيرين بيجروا مع بعض في حديقه كبيره. البنت الاكبر بتنادى على اختها الصغيره باسلوب فيه سخريه بسيطه وبتقول لها انت بطيئه قوي يا كارولينا، والبنت الصغيره بتحاول تلحقها بس بتقع على الارض. المشهد ده لوحده بيلخص لنا العلاقه اللي بين البطله كارولينا واختها فلورا من اول ثانيه في الانمي. بعدها البطله بتبدا تعرفنا بنفسها، اسمها كارولينا سانشيز، وهي البنت التانية للعائلة الضوئية الوحيدة في مملكة سيليستيا. عائلة سانشيز مش أي عائلة، دي عائلة عريقة ومحفور اسمها في تاريخ المملكة كلها. العائلة دي قدمت للمملكة أعظم الفرسان في وقت من الأوقات، وقدمت رئيس وزراء عظيم في وقت تاني، وفي كل عصر كانت عائلة سانشيز الضوئية بمثابة نور الأمل بالنسبة للمملكة. الكلام ده كان بيعرفنا إن العائلة دي منتظرة من ولادها إنهم يكونوا استثنائيين ومتميزين، وأي حد فيهم يطلع عادي أو ضعيف يبقى مشكلة كبيرة. وفي العائلة العظيمة دي اتولدت بنتين، الأخت الكبيرة اسمها فلورا، وهي موهوبة وذكية ومتميزة في كل حاجة. أما البطلة كارولينا بتوصف نفسها إنها بنت عادية ملهاش أي مواهب خاصة، وده اللي بيخليها تعتبر عار على عائلة سانشيز العظيمة. البطلة بتقول لنا إنها ضحت بليالي كتيرة وسهرت عشان تحسن من نفسها، بس مهما عملت مش هتقدر تبقى زي فلورا. وبما إنها البنت التانية للدوق فهي بتتمنى حاجة واحدة بس من زمان، مجرد موهبة واحدة تقدر تفتخر بيها. بننتقل بعد كده لحفلة راقية في القصر. الناس كلها بتتكلم عن فلورا وبيقولوا إنها جميلة زي كل يوم. فجأة بيحصل حادث بسيط، واحدة من البنات كانت بترقص وقعت وضربت وشها. امها بتصرخ وبتنادي على الدكتور بسرعه، بس فلورا بتتدخل بادب وثقه وبتقول مش هيبقى فيه لزوم لكده، انا هعالجها. فلورا بتقرب من البنت وبتستخدم السحر بتاعها وبتشفيها في ثواني. الحوار حواليها بيبتدي، والناس بتقول ده السحر بتاع ليدي فلورا، والتاني بيقول انا متاكد ان فلورا هتفوز في اختيارات الحكيمه الجايه بسهوله. وهنا بنفهم يعني ايه حكيمه. لقب الحكيمه ده لقب خاص بمملكه سيليستيا، وبيتمنح للبنت اللي عندها سحر نقص استثنائي. زي ما الناس كلها بتقول، البطله كارينا نفسها مقتنعه ان الحكيمه الجايه اكيد هتكون فلورا. الناس بتمدح فلورا وبعدين واحده منهم بتقول بالسخريه اما بالنسبه لاختها، ويبتدي الكلام مع كالورينا. فلورا بتتدخل بمكر وبتقول لهم بلاش تضايقوا اخته الصغيره، هي حساسه جدا. والبنات بيتلعثموا وبيقولوا ما نقصدش. فلورا بتكمل الدور اللي بتلعبه وبتقول طيب تعالوا نعتذر مع بعض. والبنات بيعتذروا كالورينا، وتحت ضغط الموقف كارولينا مش بتلاقي قدامها غير انها تسامحهم عشان اختها هي اللي طلبت. بعد ما البنات يمشوا فلورا بتبص لكالورينا وبتقول لها بابتسامه صفرة شكرا، اكيد جرحك سمعك للحقيقه، انت عار عائله سانشيز الوحيد في النهايه. وبتكمل بجمله قاسيه تانية، شغل حلو قوي انك خدت دور الشخصيه المساعده، بفضلك شعبيتي زادت تاني. هنا يا عزيزي المشاهد بنفهم ان فلورا مش الاميره الطيبه اللي بتوريها للناس، دي بتستخدم كارولينا كأداة عشان تكبر صورتها قدام المجتمع، وبتحطها في مواقف محرجه قدام الناس عشان تظهر هي بمظهر الاخت الحنينه اللي بتدافع عن اختها. بعد الحفله البنتين بيركبوا نفس العربيه عشان يرجعوا البيت. فلورا بتقعد قصاد كارولينا وبتبدا تحكر فيها من غير رحمه، بتقول لها ايه اللي في وشك ده، في حاجه مضايقاكي؟ كارولينا بترد بادب لا مفيش حاجه. فلورا بتكمل لولا ان بابا عنده شغل مهم ما كنتش هركب معاكي اصلا، بس دي كانت العربيه الوحيده، فما كانش قدامي حل غير ان اخليكي تركبي معايا. لازم تشكري نفسك ان حد عار زيك مسموح له يبقى في نفس المكان معايا انا الحكيمه. فلورا مش بتقف عند كده، بتبتدي تتريق على شكل كالورينا وملامحها، بتقول لها انت غريبه عشان مش شبه اي حد فينا، شعرك مش زي شعري ولا شعر بابا ولا حتى زي شعر ماما اللي كانت بتفتخر بشعرها الاسود الغامق. شعرك رمادي شكله كانه متغطي بالتراب، وعينك حمرا زي الدم. انا ورثت عيون ماما الورد فاتح، بس بص عندك كده احمر فاقع، ومش بيكون شبه عيون بابا الخضرا كمان. انا بجد بسال نفسي هل انت فعلا اختي الصغيره؟ بعدين فلورا بتضرب الضربه اللي بتوجع اكتر، بتقول على فكره في ناس بتقول انك صوره طبق الاصل من دوكا الراحله وقصدها امها، بس انا متاكده انهم بيقولوا كده من باب السخريه، لان مش معقول عار زيك يبقى شبه امنا الجميله ابدا. انا اسفه، انت ما تعرفيش حاجه عن ماما صح؟ كل كلمه من فلورا بالنسبه لكارولينا زي السكينه في قلبها. كارولينا جواها بتترجى انها ما تقولش اي كلمه تانية، لكن فلورا بتكمل بلا رحمه عشان انت لما اتولدتي. وان المشهد بياخدنا لخلفيه مؤلمه جدا. البطله كارولينا ما عرفتش امها، ما قدرتش تتكلم معاها ولا مره في حياتها. امها الدوكا كارين سانشيز ماتت بسبب المرض بعد ما ولدتها بشويه. الولاده كانت السبب الرئيسي في تدهور صحه الام. كارولينا في قرارة نفسها بتفكر لو انا ما كنتش اتولدت ماما ممكن تكون لسه عايشه، وبتوصف امها انها كانت انسانه رائعه وطيبه وحنينه جدا. فلورا في العربيه بتصارحها عشان كده انا هفضل طول عمري مش هسامحك لانك قتلت ماما، ورافضه تماما قابل انك شبهها. الكلام ده بيحطم كارولينا نفسيا، وبيوضح ان معاناتها مش نفسيه بس، ده كمان بتحس بذنب فظيع انها كانت السبب في موت امها. لما البنتين بيوصلوا القصر الخدم بيستقبلوهم وبيقولوا لكارولينا اهلا بيك يا سيدتي، جلالته منتظرك في غرفه الاستقبال. كارولينا بتنتهش من اللي بيقولوا، لكن لما بتدخل بتلاقي ابوها الملك نفسه الملك نسان جاي شخصيا. كارولينا بتتفاجئ وبتحاول تحيي الملك بالبروتوكول الرسمي وبتقول انا كارولينا البنت التانية لعائله سانشيز الدوقيه، وبقدم تحياتي لجلاله الملك نسان. بس الملك بيسكتها بسرعه بيقول لها انا هنا في زياره خاصه، يا ريت توطي صوتك شويه. الملك بيسالها بلطف عدى قد ايه من اخر مره شفتك
فيها انت كويسه؟ كارولينا بترد باحترام انا كويسه والحمد لله يا جلاله الملك، وسعيد اني بشوفك بصحه كويسه كمان. بعدين فجاه بيسالها سؤال غريب، بالمناسبه هل عندك حبيب او شريك من اي نوع؟ كارولينا بتستغرب السؤال وبابا بيحاول يقاطع الموضوع ويواجه الحوار اللي عمل، بس الملك بيزعل وبيقول له شغل ايه؟ انت الوحيد اللي كنت واثق انه هيفهم اهميه سؤالي ده لما يعرف سبب زيارتي. الملك بيبتدي يشرح السبب الحقيقي لزيارته. الموعد النهائي اللي حدده امبراطوريه ملكوسيا لعهد التحالف الشامل بين المملكتين قرب قوي، لكن لسوء الحظ واحد من رجال المملكه قام دوقه من الامبراطوريه الملكوسيه، والدوقه دي بتكون اخت الامبراطور الحالي الصغيره. الامبراطوريه طبعا مش هتسكت على الاهانه دي. في الظروف العاديه كانت المملكه تتعرض لعقوبه، لكن لحسن الحظ الامبراطوريه بعتت مبعوث مؤخرا يقول انهم مش عايزين يخربوا العلاقات، بس الموضوع لازم يتحل. الاقتراح اللي قدمته الامبراطوريه هو ان مملكه سيليستيا تقدم عروسه الامير الثاني للامبراطوريه. الامير الثاني اسمه ادوارد روبي مارتينيز، وهو مؤسس وقائد فرقه فرسان العنقاء. الامير ده مشهور انه موهوب استثنائي في السيف والسحر، وحقق انجازات في معارك كتيره، وعامل اسم لفرقته في كل حته في العالم. بس هو مش ملقب بالبطل بسبب انه قاسي وبيضرب اي حد قدامه بصرف النظر مين يكون، حتى النساء والاطفال. الناس بتخاف منه وتوصفه انه راجل ما عندوش دم ولا دموع. لقبه المشهور هو الامير الدموي. دي كانت صدمه كبيره لكالورينا انها تتجوز راجل بالسمعه الشنيعه دي. الملك بيكمل الشرح لازم يختار عروسه الامير ادوارد بسرعه ويسلمها للامبراطوريه، لكن الموضوع صعب. لازم يختار نبيله من اعلى مقام في المملكه. بنت الملك نفسه مخطوبه لحد تاني، والمملكه ما تقدرش تبعت فلورا اللي مرشحه تبقى الحكيمه الجايه. كارولينا فهمت بسرعه وقالت بمعنى تاني حضرتك عايزني انا اللي اتجوز الامير ادوارد. الملك بيأكد بالظبط ده اللي اتمناه. كارولينا في قلبها بتقول انا بنت الدوق برضه، في ناس كتير ممكن يحلوا محلي لكن ما فيش حد يقدر يحل محل فلورا، عشان كده اختاروني. الملك بيسألها المره الاخيره هل عندك حبيب؟ كارولينا بترد عليه لا ماليش اي حبيب. الملك بيقول لها ده هيبقى طلب الاخير منك، علشان بلدنا بطلب منك انك تتجوزي الامير التاني من المملكه الملكوسيه. كارولينا بتوافق بادب حاضر يا جلاله الملك. الملك بيقول لها انها هتسافر الامبراطوريه بعد 3 ايام ولازم تجهز كل حاجه وما تقولش لاي حد عن الموضوع. بعد ما الملك يمشي كارولينا بتفضل قاعده مع ابوها لاول مره من زمان، بتحس بارتباك وبتفكر انا لوحدي مع بابا، اعمل ايه دلوقتي؟ اتكلم في ايه؟ فجاه الاب بيسالها بجديه عندك اي شكوك في جوازك من الامير ادوارد؟ لو عندك انا اقنع جلاله الملك يلغي الخطه، علشان كده جاوبيني بصراحه. كارولينا بتندش وبتقول بس البلد هتبقى ازاي؟ والاب بيقطعها بغضب انا عارف كويس قد ايه اللي بقوله ده تصرف مجنون، بس ما اقدرش افضل واقف اتفرج على بنتي وهي بتتجوز شخص من بلد تانية كانها تضحيه، لانك بنت الحبيبه العزيزه عليا. كارولينا بتتصدم ايه حضرتك قلت ايه دلوقتي؟ الاب بيقرر انا هوقف الخطه دي. كارولينا بتقول له لا مش الجزء ده، وبتشرح له انا طول عمري كنت فاكره ان محدش بيحبني، انا عار عشان كده حسيت اني مش مستحقه حب من حد. الاب بيقول مين قالك الكلام ده؟ ده كلام سخيف. كارولينا بتشكره من قلبها وبتقول ان هقبل الجوازه دي من غير اي تحفظ. الاب بيسالها دي مشاعرك الحقيقيه؟ انت فعلا مش متضايقه؟ كارولينا بترد عليه لو ده هيخدم مملكه سيليستيا وهيفيد عيلتنا هيبقى شرف كبير ليا. الاب بيقول تمام لو ده اللي بتحس بيه. للاسف مفيش سبب حقيقي ان بالذات اكون الاختيار. وبعدين بيقول لها جمله بتغير كل حاجه انت زي كارين تماما في الحاجه دي. انت شبه كارين قوي يا كارولينا. الطريقه اللي بتقيسي بيها على نفسك وطيبتك للناس انك ما بتوفريش اي مجهود. انت صوره طبق الاصل من كارين. كارولينا اتشجعت وسالت لو مش هتزعل ممكن تقول لي اكتر عن ماما قبل ما اسافر، عايز اعرف عنها اكتر. الاب بيوافق بحماس طبعا. كارولينا اتكلمت مع ابوها عن امها طول الليل، عرفت ان امها بمجهود متواصل قدرت تكسبه في الشطرنج مره، وان الاكلات اللي كانت بتعملها بالسر في نص الليل كانت لذيذه جدا، وانها كانت مجتهده وجاده، لكن كل فتره كانت بتعمل مقالب في ابوها وتصعب عليه، وانها كانت بتحب تخرج تجمع ورد مع فلورا، وانها لحد اخر لحظه في حياتها ما شالتش اي حقد ضد اي حد. الاب كانه بيعرض كنز ثمين بيوصل لها ذكرياته عن امها بكل حب وحرص. المشهد بينتهي لفلورا في غرفتها بتحكي لخادمتها ايريس عن اعمالها اليوميه. الخادمه بتسالها هل بتحضري الاختبارات الحكيمه؟ ولورا بترد ايوه بالظبط. الخادمه بتحاول تطمنها تقول لها تبقي كويسه يا سيدتي، وبعدها بتقول لها بالمناسبه بخصوص الليدي كارولينا، وبتبتدي تحكي لفلورا خبر الجواز. كارولينا بتزور قبر امها والاب معاها وبيقف قدام القبر وبيقول فات حوالي 16 سنه على وفاتك ولحد دلوقتي مش قادر اتعود على الحياه من غيرك، ساعات لما افكر بلاقي نفسي بدور على اثر ليكي. وبعدها بيقول على فكره جبت معايا كارولينا النهارده. كارولينا بتقرب من القبر وبتقول بقالنا مده يا ماما، بفضل الصبر والقوه اللي ورثتيهم ليا وقت الولاده انا كويسه، صحتي هي الميزه الوحيده عندي، بس انا هتجوز فعلا بكره هسافر الامبراطوريه الملكوسيه. كارولينا في قلبها بتحس ان دي هتبقى اخر مره تقدر تزور فيها قبر امها، فحبت تسالها سؤال اخير ماما هل انت فرحانه انك ولدتيني؟ نبلاء مملكه سيليستيا بيسموني عار عائله سانشيز، انا ما عنديش ذكاء مميز ولا اي موهبه، وفوق ده كله انا كنت سبب موتك. هل تمنيت في يوم انك ما كنتيش ولدتي انسانه زيي؟ الاب بيقطعها كارولينا كفايه كده. كارولينا بتعتذر انا اسفه سامحيني اني بسال سؤال مش مؤدب، بس على اي حال انا ما عنديش اي ندم. وبعدها بتكرر اتفرج عليا من هنا مش هجري من مصيري تاني. اللحظه دي بتمثل تحول نفسي كبير لكالورينا، هي مش هتخاف تاني ومش هتهرب. ولورا بتقابل كالورينا قبل السفر وبتقول لها سمعت الخبر يا كالورينا هتتجوزي
وجوزها الامير ادوارد من الامبراطوريه الملكوسيه كتضحيه لحل مشكله سياسيه. بالمناسبه عن الامير، هو معروف انه قاسي وفظ من غير دم ولا دموع ولا قلب، ولورا بتضيف بحقد. اسمعي كويس، اي مكان تروحيه مفيش حد هيحب عار زيك ابدا، حط ده في دماغك كويس. كارولينا في قلبها بترد: دي النهايه، انا مش هحتاج اشوف فلورا تاني في حياتي. يعني بالنسبه لكارولينا السفر ده مش عقاب، ده خلاص من الجحيم اللي كانت عايشه فيه. قبل السفر الاب جاي يودعها، كارولينا بتقول له: شكرا انك جيت تودعني وسط شغلك الكتير، شكرا على كل حاجه عملتها ليا في 16 سنه اللي فاتوا. الاب بيرد: مفيش حاجه تشكريني عليها، ده طبيعي ان الاب يودع بنته في رحلتها الجديده. وبعدها بيقول جمله كانت كارولينا محتاجاها من زمان: انا فخور بيكي جدا، شكرا جدا جدا انك اتولدت ليا والكارين. الاب بيكمل بحنان: مش لازم تبقي مميزه او الافضل، بس عيشي حياه سعيده وصحيه، ده اللي كل بتمناه منك. كارولينا بتوعده: اعمل كده يا بابا، سلام. وفي العربيه اللي بتاخدها للامبراطوريه السواق بيقول لها: هنوصل قريب لمكان اللقاء المحدد. كارولينا بتفكر المكان المحدد هو المكان اللي الفرسان العنقاء مستنيني فيه، عشان انا مسافره بالسر. الخطه ان نتقابل مع فرقه الفرسان وهم راجعين وادخل الامبراطوريه معاهم. بالطريقه دي مش هيبقى في اي شكوك. لما توصل بتلاقي عدد كبير من الجنود لانهم راجعين لسه من مهمه عسكريه. كارولينا بتقول: من النقطه دي انا هكمل رحله الامبراطوريه لوحدي من غير خادمه ولا حارس شخصي. كارولينا بتجمع شجاعتها وتقدم نفسها للفرسان: لاعضاء فرقه العنقاء، بعتذر عن تاخيري، انا البنت الثانيه لعائله سانشيز الدوقيه كارولينا، ابقى في رعايتكم لفتره. وفي اللحظه دي بيظهر قدامها هو شخصيا الامير الثاني للامبراطوريه الملكوسيه وقائد فرقه العنقاء ادوارد روبي مارتينيز. الحلقه بتقفل على مشهد ظهور الامير الدموي المخيف قدام كارولينا، وبكده بيحطنا في تشويق كبير لمعرفه اللي هيحصل بعد كده في الحلقات الجايه. في النهايه يا عزيزي، ما تنساش تصلي على النبي وتصلي، لان صلاتك اهم من الفيديو اللي تتفرج عليه. اليوتيوب يا عزيزي بيقول لك ان الفيديوهين دول هيعجبوك، ليه ما تجربش تتفرج عليهم؟